كرة القدم زمان محتاجة مواصفات. الله كلمتين سبسكرايب الجميل وتعالى سماعك القصة. اتولد ميدو في 23 فبراير 1983. بدأ ميدو يلعب في ناشئين الزمالك وهو عنده أقل من 8 سنين. الكلام ده كله كان في سنة 90 لحد ما وصل لفريق الشباب بنادي الزمالك سنة 99 وبيطلع الفريق الأول بنادي الزمالك يوم 22 مايو سنة 2000 ولعب أول ماتش ليه قدام القناة وساعتها الماتش خلص 0-0. الماتش بعدها ميدو كان قدام الألمونيوم وسجل ساعتها هدفين وساعد في فوز الزمالك 3-2 على الألمونيوم. بعدها يلعب مع الزمالك نهائي كأس الكؤوس الأفريقية اللي هي دوري أبطال أفريقيا يعني ويكسبوه على حساب كانوا ياوندي الكاميروني 4-3 بمجموع الماتشين. وساعتها بتظهر موهبة ميدو اللي بتلفت الأنظار ناحيته وساعتها بيجي له عروض أوروبية أهمها كان جينكي البلجيكي وفعلا بيوقع مع النادي البلجيكي وهو عنده 17 سنة بس. اسطوب بقى هنا عشان في لقطة بعد ما وقع ميدو مع جينكي البلجيكي كان إبراهيم سعيد عامل مشاكل جامدة مع الأهلي بسبب إن النادي ما بيقدروش. وبعد ماتش لإبراهيم سعيد مع منتخب مصر في ناميبيا بعد الماتش ده إبراهيم بيهرب على بلجيكا وبيتقال ساعتها كمان اللي كان مظبط كل حاجة لإبراهيم هو ميدو ولانه كمان راح على نادي جينكي البلجيكي برضه. وطبعا لو عايز تعرف قصه ابراهيم سعيد كامله ارجع شوف حلقاته هتعجبك. المهم نكمل موضوعنا. ميدو في اول فتراته في بلجيكا ما كانش متاقلم خالص هناك وكان بيعاني من وحده شديده في اوروبا وده كان طبيعي لانه كان لسه عنده 17 سنه بس هو قدر يتغلب على الكلام ده كله. بعد تاقلم ميدو في بلجيكا وتركيزه اكتر مع الفريق لعب معاهم 23 ماتش بيسجل معاهم 11 هدف وكسب ساعتها جايزه افضل لاعب افريقي في الدوري البلجيكي وكان اول واحد ميدو ياخد منه الاشاده كان ريمي مدرب الفريق ساعتها وقال ساعتها ريمي عنه ان قدراته التقنيه عظيمه. وبعدها ميدو بقى النجم المفضل للجماهير. وفي 2001 بيروح ميدو الاياكس امستردام لمده 5 مواسم ومع اول ماتشاته في كاس الاتحاد الاوروبي ميدو بيجيله ارتجاج في المخ. بعد اول ماتش رجوعه بالاصابه بيخسر اياكس امستردام 5-1 من هيرينفين وبعدها ميدو بياخد طرد في ماتش نيفنتي وكمان بيتوقف 3 ماتشات وبيرجع ساعتها يشارك مع اياكس ضد فيتس وبينزل في الدقيقه 75 وبيتم استبعاده بعدها من ماتش فينورد وده ادى لاشتباك بسيط بينه وبين رونالد كومان مدرب الفريق اللي انا ما بحبوش ما بحبكش يالا. وبعد زياده مشاكل ميدو مع كومان بيتوقف 3 ماتشات وكومان بعدها بيتهم ميدو انه ما بيبذلش اقصى جهد عنده مع الفريق وساعتها ميدو بيكسب الدوري والكاس مع اياكس وبيسجل في نهايه الكاس. وبعد الفوز بالدوري ميدو بيشارك لاول مره في دوري ابطال اوروبا بس ميدو ما كانش مرتاح وكمان بعد مشكلته انه حدف ابراهيموفيتش بالمقص وكان هيموته فيه رغم موهبه ميدو لكن من قله انضباطه ما كانش بتخلي اي فريق يكمل مفاوضات لشرائه. لكن ميدو بعد سنه ونص مع اياكس امستردام لعب معاهم 57 ماتش سجل معاهم 23 جول و11 اسيست. الارقام دي كانت ارقام عظيمه جدا بالنسبه لسنه. بعدها ميدو بيخرج اعاره اخيرا لسيلتا فيجو الاسباني ومع اول ماتش ليه بيسجل وبيلعب معاهم 8 ماتشات وبيسجل معاهم 4 اهداف. وفي ظل ان اياكس كان لسه باقي على ميدو لكن ميدو ما كانش عايز يرجع اياكس تاني. ساعتها اياكس ما يبقاش قدامه غير ان هو يستفيد من ميدو اعلى قيمه تسويقيه. ساعتها سيلتا فيجو كان اول فريق يقدم عرض لكن اياكس كان مبالغ في السعر جدا. بعدها بيجي عرض من روما لكن اياكس بيطلب 15 مليون يورو ولنفس السبب بيفشل انتقاله لويست هام وريال بيتيس. بعدها مارسيليا بيشتري ميدو ب 12 مليون يورو كان رقم قريب نوعا ما بالنسبه لاداره اياكس كانت عايزاه ويصبح ميدو اغلى لاعب مصري في التاريخ وبالرغم ان هو كان عنده 20 سنه بس. ساعتها ميدو بيثير اعجاب مدربه في الفريق وبيقول عنه ان بسبب لعيبه زي ميدو الدوري الفرنسي من اقوى الدوريات في العالم. وفي نوفمبر 2003 بيسجل ميدو هدف في ريال مدريد وساعتها الماتش ده بيخلص 2-1 لصالح ريال مدريد وبيلعب ميدو مع مارسيليا 34 ماتش بيسجل 9 اهداف. بس بعد خساره ميدو مركزه مع الفريق للايفواري ديديه دروجبا ساعتها ميدو بيطلب بالرحيل وبعدها كمان بالشكل مع الجماهير. ساعتها بيجي له عروض من سيلتا فيجو واتلتيكو مدريد وريال ساراكوستا وساعتها مدرب اتلتيكو مدريد كمان بيطلب ميدو كده علنا للجميع وانه نفسه يتعاقد معاه. ساعتها روما بيقدم عرض لمارسيليا ب 9 مليون يورو رغم ان ميدو كان مصاب اصابه طويله وكمان نيوكاسل وبشكتاش التركي. بس ميدو بيقرر ان هو يكمل الموسم ده مع الفريق ويفكر في الانتقال نهايه الموسم. وبعد نهايه الموسم وفي صيف 2004 ميدو بيروح روما مقابل 6 مليون يورو رغم انه كان مصاب كمان وغاب عن اول 3 ماتشات في الدوري الايطالي. وانا بقولها لك من الوقت بقى ان دي كانت اسوأ تجربه لميدو. وبما ان توتي امير روما الاول بيجي ماتش في السوبر قدام الانتر ميلان وبيخرج توتي في الدقيقه 70 وبينزل ساعتها مكانه ميدو وتوتي ما بيسلمش على ميدو وساعتها روما بيخسر 4-3 بعد ما كان كسبان 3-2 وبعد الماتش على طول بيحصل مشكله ما بين ميدو وما بين بنت رئيس النادي وميدو بيقول ان ده اخر يوم ليه في روما بالرغم ان الاداره ووكيله حاولوا كل المحاولات لبقائه لكن ميدو بيرفض وبيقول ساعتها انه يقدر ينافس اي لاعب في العالم على مركزه الا توتي في روما. ميدو ما بيسجلش اي حاجه مع روما وما بيعملش اي حاجه معاهم اساسا وساعتها بيجي لميدو عروض من ساوثهامبتون ومانشستر سيتي وفالنسيا لكن روما بيرفض كل العروض. لكن وكيل ميدو بيجيب له عرض من توتنهام اعاره لمده موسم ونص وفي يناير 2005 بعد ضغط كبير جدا من ميدو على الاداره بيوافقوا وساعتها ميدو بيكون لاعبا في توتنهام. بعدها ميدو هو عنده 22 سنه بس بينضم لمنتخب مصر وبيلعب اول ماتش قدام الامارات وبيسجل اول هدف ليه مع المنتخب. بدايه ميدو مع توتنهام لعب معاهم 11 ماتش سجل معاهم 3 اهداف. ميدو كان عاجبه الجو في توتنهام وبالذات بعد تأقلمه مع مدرب الفريق مارتن يول وبعد تصريح غريب من اداره توتنهام بيقولوا فيه ان ميدو هيخلص اعارته ويرجع روما تاني. ممكن نقول التصريح ده اتقال لان ميدو عمل مشاكل مع جماهير ساوثهامبتون وويست هام وبينتهي موسم 2005 2006 وبساعتها ميدو بيسجل 11 هدف في 27 ماتش عشان في يوم 29 8 2006 توتنهام يعلن تعاقده نهائيا مع ميدو قبل 6 مليون 750 الف يورو. وفي ظل ان ميدو كان سعيد في توتنهام جدا بس بدات تحصل بينه وبين مارتن يول مشاكل كبيره جدا وساعتها مارتن يول
التلفزيون قال على ميدو انه شخص غير مسؤول وغير محترم. وبعد بدايه موسم 2007 وفي اول 5 ماتشات ميدو ما بيسجلش اي هدف لحد ما بيسجل هدف الفوز قدام ويست هام، ودي كانت البدايه. وكمان بعدها بيسجل في الارسنال، وساعتها بيحصل كلام ما بين اداره توتنهام ومانشستر سيتي لضم ميدو، لكن الصفقه بتفشل لاسباب غير معروفه. ومع زياده مشاكل ميدو بيندم انه راح توتنهام، وبيسجل ساعتها في موسم 2007 من 23 ماتش 5 اهداف بس. وبعد صراع من ساندرلاند وميدلسر بيروح ميدو مقابل 6 مليون يورو لميدلسر لمده 4 مواسم، وبيلعب اول ماتش معاهم بيسجل هدف قدام فولهام، وتاني ماتش معاهم بيسجل هدف قدام نيوكاسل يونايتد. وفي ماتش ميدو ضد نيوكاسل جماهير نيوكاسل بتهتف بالعنصريه ضد الاسلام. وبعدها ميدو بيتصاب 3 شهور، وبعد ما بيرجع من الاصابه بيلعب ماتش قدام الارسنال وبيطرد في الدقيقه 80، وبعدها بيتصاب تاني 3 شهور بسبب جراحه في الحوض. لعب ميدو مع الفريق 25 ماتش وسجل 6 اهداف، وبعدها بيطلع عرى لويجن بيلعب معاهم 12 ماتش بيسجل معاهم هدفين، وبعدها بيطلع عرى ثانيه لويست هام لكن ما بيقدمش معاهم اي حاجه. بعدها ميدو بيطلع عرى ثانيه بس على مصر وعن طريق نادي الزمالك وبيسجل معاهم هدفين في 12 ماتش. بعدها بيروح عرى مره ثانيه لاياكس واللي كان بيدربهم مارتينيول ولعب معاهم 6 ماتشات وسجل 3 اهداف. وبعد اقاله مارتينيول من تدريب اياكس بيقرر ميدو يرجع الزمالك تاني، بيلعب معاهم 3 ماتشات بيسجل هدفين، وبعدها بيروح انجلترا تاني بس عن طريق نادي برينسلي واللي بيلعب معاهم ماتش واحد، وبعدها بيعلن اعتزاله في يونيو 2012. ميدو على المستوى الدولي لعب مع منتخب مصر 51 ماتش سجل 20 هدف، والحاجه الوحيده اللي ممكن تذكر مع منتخب مصر الميدو بصوره طيبه انه سجل هدف في السنغال في تصفيات كاس العالم 2002 بكوريا واليابان، وتوصف ساعتها الهدف ده انه رجع الهيبه للمصريين. نيجي بقى للمشكله الاشهر في تاريخ منتخب مصر، وفي افريقيا 2006 ميدو بيسجل هدف افتتاحي لمنتخب مصر قدام ليبيا، والماتش ده بيخلص 3-0 لصالح منتخب مصر، وساعتها مصر بتطلع قبل نهائي البطوله قدام منتخب السنغال، وفي تبديل عادي جدا بخروج ميدو ونزول عمرو زكي مهاجم بمهاجم. لكن ميدو طول ما هو خارج من الملعب بيزعق وبيشكل مع الكابتن حسن شحاته، وخرج بره وعلى الخط وماسك مع المعلم شكل وانه ليه يخرجه وانه احق واحد يبقى في الملعب. وكان تفكير ميدو موصل له ان المفروض كان يخرج من الملعب هو عماد متعب مش هو، لكن يشاء السميع العليم ان مع اول سبرنت ياخده عمرو زكي ل 18 السنغال ابو تريكه يرفع عرضيه بشماله، ساعتها عمرو زكي بيسجلها براسه والماتش بيخلص 2-1 ومصر بتتاهل للنهائي قدام كوتوفوار. بالرغم ان مشكله ميدو كانت صغيره لكن كبرت بشكل غريب، لكن المعلم بياخد قرار بطرد ميدو من المعسكر رغم تدخل ابناء الرئيس علاء مبارك وجمال مبارك، وساعتها ميدو طبعا مش هيلعب النهائي. تعرف عزيزي المشاهد ان تصرف ميدو ده كان ممكن يؤدي لكوارث كتير جدا، زي مثلا ان 11 لعيب اللي في الملعب بعد اللي حصل ده يحصل لهم حاله من التشتت، وده كان ممكن يؤدي ان احنا نخسر البطوله على ارضنا وسط جماهيرنا. والبطوله دي بالذات كان اول ظهور لمنتخب مصر مميز على الساحه الافريقيه من فتره طويله جدا. المهم عزيزي المشاهد ان مشاكل ميدو ما بتنتهيش مع المنتخب عند الحد ده بس، وفي افريقيا 2010 ميدو ما بيكونش في القائمه النهائيه اللي راح انجولا. ازاي بقى ميدو ما يكونش في القائمه؟ ساعتها بيردوا وبيقولوا قرار ان انت ما تاخدش احمد حسام وما تاخدوش، انما انت واخد ميدو. يعني كابتن حسن انا كنت سامع له تصريح في التلفزيون كان بيقول انا ما رضيتش اخد حمص عشان خاطر حمص لعيب كبير وما ينفعش اخده وامشيه. فلو في حد قال للكابتن حسن ان ميدو لعيب صغير يا ريت يجي يقول لي. في ناس عباقره في مصر بقى لهم 5-6 سنين بيقولوا ميدو عمل ايه لمنتخب مصر. احمد حسام اتحارب في منتخب مصر ال4-5 سنين اللي فاتوا بشكل اتمنى الناس دلوقتي تكون عارفه الحقيقه. هل النهارده في بني ادم عاقل في مصر كلها يقول ان ميدو مش المفروض يبقى موجود في منتخب مصر؟ لان انا نفسي اعرف والناس كلها نفسها تعرف ميدو مش موجود في منتخب مصر ليه؟ انا شايل فرقه نادي الزمالك اخر 4 ماتشات الدوري وشايلها على كتافي وبجري بيها. ميدو سليب وميدو فت وميدو اكتر لعيب في اخر 4 ماتشات في الدوري بيجري في الملعب بشهاده مش بشهاده مدربي. وهو ده كان رده انه من الاخر مش متخيل ان هو يكون موجود بره القايمه. بس بعدها اكد الجهاز الفني لمنتخب مصر ان سبب استبعاد ميدو الاسباب فنيه مش عدم الالتزام. الصراحه موهبه ميدو وعقليته مختلفه تماما عن موهبته. خلي بالك عايز المشاهد ميدو على مستوى التدريب ما كانش بطال بالنسبه لسنه، يعني بيبتدي التدريب سنه 2014 مع نادي الزمالك وبيكسب معاهم كاس مصر عشان يصبح اصغر مدرب يكسب بطوله في تاريخ الكره المصريه. بعدها بيدرب الاسماعيلي وبعدها بيرجع الزمالك تاني 2016 وبعدها بيدرب وادي دجله 2017 واشتغل فتره مستشار فني لنادي الليرس البلجيكي، وفي 2019 بيدرب نادي الوحده السعودي، وكانت اخر محطه تدريبيه ليه كانت مصر المقاصه 2020. وبعدها بقى اعلامي مشهور على القنوات الفضائيه، وبيقولوا كمان ان اليومين دول هو داخل في التمثيل. ميدو من اكتر اللعيبه اللي ظلمت موهبتها بشكل كبير، لان عقليه البني ادم بتكون ناتجه من جوه الانسان وبتكون صفه من صفات البني ادم. بس ميدو عمره ما كان عنده عقليه محترفه يبني عليها مستقبل بعيد المدى، وكمان طالق بمكانته في المجتمع، وانه كمان كان اشهر محترف في تاريخ الكره المصريه. خلي بالك ميدو ندم كتير جدا على الحاجات دي، لكن هيفيد بايه الندم بعد فوات الاوان. بس سيظل ميدو عالمي الكره المصريه. انزل بقى على اللايك المتين، سبسكرايب الجميل بتاعك، وتعالى لي في القصه الجايه وقول لي في الكومنتات عايز تعمل عن مين الحلقه الجايه. سلام.